عمت الفرحة المكان، وأسرع الأمير ليقابلهما، وأخذ الخادمة من على الحصان ظنا منه إنها هي عروسه، وأخذها إلى القصر. أما الأميرة الحقيقية ظلت في الساحة الخارجية. وقف الملك والد الأمير في شرفته، ونظر الأميرة ولاحظ جمالها وأدبها، ولم يصدق إنها مجرد خادمة، فذهب ليسأل الخادمة الكاذبة التي كان الجميع يظنها الأميرة. ذهب يسألها لماذا تركت مساعدتها في الساحة الخارجية، فردت الأميرة المزعومة: إنني أحضرتها معي لترافقني في الطريق فقط، إذا أردت فلتعطيها عملا لتعمله حتى لا تألف الكسل. وفكر الملك: ماذا يمكن أن تفعل هذه الفتاة الجميلة؟ ثم قرر أن يجعلها تساعد الغلام الذي يعتني بالأوز